انا اسف ان بقول ان الدكتور البلتاجي الحقيقه ما كانش موفق في الادعاءات دي، بس انت لما تقول كده وانت نائب يعني انت بتثير مان، وخلي بالك انك بتلعب على الدين. الحق اقتحم المسجد وباللزم والبتاع، اللي ما شافش هيهين. من رحمه ربنا انها متصوره، من رحمه ربنا انها متصوره، من رحمه ربنا بس انها متصوره. وبعدين دخلوا ليه؟ لان المسجد ما بقاش مسجد. المساجد عندنا ما بقتش مساجد، المساجد دلوقتي بقت دعوه زي الافندي اللي ابو خشب ولا ابو معرفش ابو اسمه ايه ده، اللي هو ابو الاشبال، اللي قال لك ده دول كفره وبيدعوا وبيحرض الناس. قاعد من هنا بقت اداه تحريض لضرب الدوله واستقرار الدوله. اذا المسجد استخدم لاداه التحريض فيما لا يخص الدين ما بقاش مسجد، ده بقى اداه تحريض. لازم يعود المسجد لمكانه الطبيعي والكلام ده. ده اللي لابد ان يتم. يعني انا ده اللي حصل. ادي القوات المسلحه العساكر، لما العساكر دي مسلمين او مسيحيين، اي واحد منهم يعلم دور العباده سواء داخل كنيسه او داخل، لا احترامها ولا تقديرها ولا كل حاجه. فاللي داخل ده عارف بيعمل ايه وبيعمل الكلام ده كله. اذا كان حصل تجاوز داخل المسجد يحاسب من ادى هذا التجاوز، انما لم يحدث ان القوات المسلحه دخلت لا بحذاء ولا بجزمه ولا باي حاجه. انا مش عارف انا اقول يعني هل يعقل هذا الكلام؟ هل يعقل ان نواب الشعب تحت قبه الشعب هم اللي بيحرضوا؟ هل يعقل هذا الكلام؟ وبعدين لغايه امتى؟ ما هو التحريض رخر ده يبقى نوع من انواع البلطجه. عندما تحرض فهذه بلطجه. يعني ادي بنت كان جوه اهو، ما حدش مساها حتى. عندما تحرض فهذه بلطجه، عندما تدعي قولا ليس هو الحقيقه فهذه بلطجه. ولا انا مش عارف حضراتكم انتوا شايفين الدنيا ازاي. انا معايا تليفون يا جماعه. مين؟ مساء الخير. مساء النور.